السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض ميكس حلو جدا مكون من 3 اصناف من الحلويات الشرقية. ده ميكس مكون من 3 طبقات، اول طبقة البسبوسة، تاني طبقة الكريمة، تالت طبقة الكنافة. يعني هناكل كنافة وبسبوسة وكريمة في وصفة واحدة، وبجد طعمها حلو جدا. الوصفة دي طعمها حلو، وفي نفس الوقت تنفع معاكي كمان للعزومات في رمضان، وتنفع معاكي لأي مناسبة. وده شكل الميكس بتاعنا او شكل الحلويات بتاعتنا. هنقطع كده قطعة قدامكم مع بعض ونشوفها عاملة ازاي. بجد كده مقرمشة فطرية، يعني طعمها تحفة. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقة التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله كمان هسيب لكم المقادير والمكونات بتاعتها في صندوق الوصف. اول حاجة هنجهزها مع بعض، هنجهز شربات الحلويات او السيرب او الشيرة. هضيف 3 كوبايات من المية العادية بمقدار مج الشاي. هضيف كمان كوبايتين من السكر بمقدار مج الشاي. هضيف كمان عصرة ليمون فريش. لو مفيش عند حضرتك ليمون تقدري تضيفي معلقة صغيرة من ملح الليمون. هضيف كمان 1 جرام من الفانيليا. طبعا الفانيليا نقدر نحطها في بداية السيرب او بعد السيرب ما يغلي، النتيجة واحدة. هقلب كل المكونات دي كده مع بعضها، وهضيف كمان عليهم معلقة من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز موجود في كل، يعني عند كل العطارين وفي كل محلات مستلزمات الحلواني، وتقدري حضرتك تستغني عنها. طيب فايدة ايه عسل الجلوكوز؟ ان هو بيخلي لي طعم السيرب بتاعي زي بتاع المحلات بالظبط، ولما بيبرد بيبقى عامل زي عسل النحل. زي ما انت شفتي كده قدامك، رفعته 5 دقايق على النار، وبعد كده بعد الغليان طفيت عليه. معايا 350 جرام من الكنافة. طبعا الكنافة دي انا جبتها قبلها بيوم وحطيتها في الفريزر عشان تتجمد وتتقطع معايا بكل سهولة. لو حضرتك جايباها طازة تقدري تقطعيها بايدك او بالمقص. هضيف كمان معلقتين من السكر البودر، وهغلف بيها كده كل الكنافة. فايدة معلقتين السكر البودر ان هما بيخلوا لي الكنافة دي بعد التحمير بتاخد لون ذهبي حلو جدا، وفي نفس الوقت بتخلي لي طعم الكنافة حلو. هضيف كمان نص مضج من السمنة النباتي، وانا ضفت على نص المضج ده معلقة من الزبدة البلدي، من السمنة البلدي، علشان اخد طعم كده السمنة البلدي في الحلويات بتاعتي. بس انا ضفت معلقة صغيرة مش معلقة كبيرة. طبعا الحلويات الشرقية بتمتاز بطعم وريحة السمنة البلدي او السمنة البلدي. معايا هنا صاج او صينية، هبدأ ان انا انزل كده الكنافة بتاعتي كلها فيها، وابتدي ان انا افردها. طبعا انا ادخلها الفرن تحت الشواية. لو حضرتك حابة تحمريها على عين البوتاجاز مفيش مشكلة، بس انا الاسهل ليا ان انا بدخلها تحت الشواية، وكل دقيقة او دقيقتين بطلعها اقلبها لحد ما تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. طبعا انا هنا سبت الكنافه لما بردت خالص، وخدت نص مضج كده من السيرب بتاعنا او الشربات بتاعنا، وبردك السيرب بتاعي بارد. طبعا انا بحط هنا السيرب بارد على الكنافه وهي بارده، عشان الكنافه تطعم بطعم السيرب وفي نفس الوقت تحتفظ بقرمشتها، يعني دي تبقى طبقه كنافه كده مقرمشه وطعمها حلو. لو حضرتك حابه الكنافه بتاعتك تكون طريه، ضيفي السيرب وهو ساخن على الكنافه وهي سخنه. دي كده اول طبقه معانا، طبقه الكنافه. هنبدا بقى نجهز مع بعض الطبقه التانية. هنجهز طبقة البسبوسة. هنعمل بسبوسة مكرملة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبجد كان طعمها حكاية. معايا هنا كوباية، أنا هنا هستخدم كوباية أو مضج من السكر. طاسة على النار، ببدأ أضيف السكر فيه تدريجيا، مش هحط كل كمية السكر اللي معايا تتكرمل، على نار هادية جدا. طبعا أول ما السكر بتاعي بيسيح ببدأ بالاسباتيولا أخد السكر من بره على جوه، وهبدأ أضيف السكر اللي معايا بالتدريج.
وده شكل الكراميل بتاعنا، لونه ذهبي حلو جدا. هضيف معلقه من السمنه البلدي، وهضيف كمان كميه من السمنه النباتي. مقدار المعلقه من السمنه البلدي على مقدار السمنه النباتي اللي احنا حطيناهم نص مضج من بمضج من مضج الشاي، نص مضج من مضج الشاي. وهبدا اقلب بالشكل اللي انت شايفاه ده، وانا هضيف كمان كوبايه من الميه بمقدار مضج الشاي. ممكن نستبدل الميه بكوبايه من اللبن. ضفت كمان رشه ملح، وهضيف كمان 1 جرام من الفانيليا. كل المكونات دي تتقلب مع بعضها. انت شايفه شكل الكرم الغامق لكن هو لونه ذهبي. هسيبه يبرد تماما. وبعد كده معايا نص كيلو من الدقيق السميد. طبعا الدقيق السميد اللي انا استخدمته النوع بتاعه الدقيق السميد الناعم. وبعد كده هنزل بكل السوائل. طبعا السوائل كلها سبتها لما بردت تماما، وهبدا ان انا اقلب كده كل السوائل مع دقيق السميد. طبعا انا بقلب بس بدخل كل المكونات مع بعضها، لكن ما بعجنش، لان لو عجنت مادة الجلوتين هتخرج من البسبوسة مش هتبقى بسبوسة. ودقيق السميد انا ما ضفتش عليه اي اضافات، هو جاي كده من عند العطار. وببتدي اقلب زي ما انت شايفة كده. اخد كده بس قطعة في ايدي هلاقيها عاملة زي الرمل المبلول بالظبط. وبكده البسبوسة بتاعتنا تكون جاهزة معانا. معايا صاج مش مدهون اي حاجة، وهبدأ انزل بقى البسبوسة بتاعتنا فيه كده، وهبتدي ان انا افردها بسمك متساوي. ده كده شكل الصاج بتاعنا بعد ما فردنا فيه البسبوسه. هدخله فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. وبعد ما بتاخد لون من القاعده ببتدي ان انا افتح عليها الشوايه عشان تاخد اللون الذهبي الحلو. وده شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. طبعا انا معايا بقيه السيرب اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في بدايه الفيديو. طبعا انا هضيف هنا شربات الحلويات او السيرب وهو ساخن، والبسبوسه كمان سخنه، يعني البسبوسه لسه خارجه حالا من الفرن عشان تفضل البسبوسه بتاعتي طريه. ودي كميه سيرب حلوه جدا للبسبوسه. وخدنا طبعا من السيرب دوت نص كوبايه عشان نعمل بيه الكنافه. فدي كميه حلوه ومناسبه جدا لصاج البسبوسه اللي قدامنا ده. هسيبها تبرد وهنجهز مع بعض الطبقه الثالثه وهي طبقه الكريمه. 5 كوبايات من اللبن بمقدار كيلو الا ربع من اللبن. ضفت عليهم 4 معالق من النشا و4 معالق من الدقيق و4 معالق كمان من السكر. طبعا انا مش هكتر سكر عشان خاطر الكريمه ما تبقاش مسكره، لان الكنافه مسكره والبسبوسه مسكره، فهنخلي الكريمه سكرها معقول. يعني السكر بتاعها او ال4 معالق دول مش هيبقوا ظاهرين خالص في الكريمه او في طعم الكريمه، يعني مش هتبقى مسكره. رفعتها على النار، وطول ما هي على النار ما بشيلش ايدي منها، وبفضل اقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لان انا لو شلت ايدي منها وما قلبتهاش هتتكتل كلها مع بعضها. بفضل اقلب فيها بالشكل اللي انت شايفاه ده وهي على نار متوسطه لحد ما تبتدي تبقبق معايا بالشكل ده، وتبقى الكريمه بتاعتي جاهزه. في شويه اضافات هضيفها عشان تديني طعم حلو ومميز للكريمه وتقدري تستغني عنها. هضيف معلقه من الزبده، وطبعا تقدري تستغني عنها زي ما قلت لك. هضيف كمان 50 جرام من الشوكولاته البيضاء، وبرضو نقدر نستغنى عنها مفيش مشكله، بس هي بتديني طعم حلو في الكريمه. هي دي كل دي اضافات او تعزيزات لطعم الكريمه. طبعا احنا ضفنا كمان 1 جرام من الفانيليا، ما ننساهوش في الكريمه. هقلب كل المكونات مع بعضها. اول ما تبتدي تبقبق بالشكل اللي انت شايفاه ده يبقى الكريمه بتاعتنا جاهزه، النشا فيها استوى والدقيق استوى، وكده هي جاهزه معانا. بجيب طبعا صاج البسبوسه بتاعنا بعد ما برد. طبعا انا بوريكي انا بحط صباعي على، يعني انا بحط صباعي عليها بتغرس فيها قد ايه لانها طريه جدا. طبعا البسبوسه بتاعتنا بردت، وهبتدي ان انا اصب الكريمه عليها وهي سخنه. يعني اول ما اطفي عليها النار على طول هبتدي ان انا اصبها عليها وهي سخنه، لاني لو سبتها هتتكتل معانا. وبسويها بقى على طبقه البسبوسه بسمك متساوي. لو حضرتك رتبت الخطوات بتاعتك هتعمليها بكل سهوله وبسرعه. ده كده شكل الكريمه بتاعتنا. طبعا انا هسيبها تبرد شويه او تتماسك مع بعضها لمده 10 دقايق وهرجع لها. هي تماسكت لكن ما تمسكتش قوي. يعني بصي هي تماسكت لكن يعني انا ما سبتهاش تتماسك قوي. هبتدي ان انا اجيب الكنافه بتاعتنا، طبقه الكنافه اللي احنا عملناها مع بعض، وهبدا بالاسباتيولا كده، وهاخد بقى يعني هضيف الكنافه على الطبقه بتاعه الكريمه بالراحه جدا. طب ليه انا بضيف الكنافه وهي ما تمسكتش قوي؟ عشان الكنافه تمسك في الكريمه،
تبقى طبقة متماسكة ما تفصلش عن الكريمة. وفي الاخر انا هسيبها برضو، وفي الاخر برضك هنسيب الصاج دون لحد ما كله يتماسك كده مع بعضه وكله يتجانس مع بعضه لفترة ساعة في التلاجة. ده كده شكل الكنافة بتاعتنا. دي الطبقة التالتة زي ما انت شايفاها، شكلها تحفة. طبعا انا سبتها ساعة كده في التلاجة عشان خاطر الكريمة بتاعتنا تتماسك كويس وكله يتجانس كده مع بعض وتبقى طبقات متماسكة. هبتدي بقى اقطعها. يعني حضرتك قطعيها السمك الحجم اللي انت عايزاه، مستطيلات، مربعات، زي ما يعجبك. انا اقطعها كده مربعات وهنزينها. طبعا انا هزينها باقل يعني تزيين عندي، والتزيين ده راجع لحضرتك زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله تبارك الله. يعني بجد عملت كميه حلوه معايا. يعني لو عندك عزومه كبيره هتكفيلك العزومه، لو هتعمليها في عيد ميلاد هتكفيلك العيد الميلاد، لانها عملت كميه حلوه جدا. طبعا انا هنا كنت عايزه بصراحه اجرنش او ازين بمكسرات، بس ما لقيتش عندي مكسرات، لقيت عندي كريز. وقلت اضيف كده حبات من الكريز. انا مقطعاها انصاص كريز عشان تكسر بس اللون الذهبي بتاع الكنافه، ويبقى شكلها حلو بالشكل اللي انت شايفاه ده. وزي ما انت شايفه كده قطعنا قطع مع بعض، وده شكل الطبقات بتاعتنا. الطبقات كلها تماسكت مع بعضها وبقت متجانسه بالشكل اللي انت شايفاه ده. شكلها حلو جدا. طبعا هتشرفك في كل العزومات، وطبعا عامله معانا كميه حلوه جدا. ولو بتعملي مشاريع اونلاين هيبقى فيها مكسب حلو جدا. شايفه شكل الطبقات بجد تحفه، تفتح النفس، ميكس رهيب. ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل شغل رمضان كله مع بعض، وهنعمل ألذ واطعم حلويات شرقيه مع بعض. المهم طبعا لو وصلت لحد المقطع دون، واذا عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. دعمكم شرف كبير ليا. ولو اي سؤال في الحلويات الشرقيه او الغربيه ممكن حضرتك تساليني في التعليقات. هنقطع بقى كده قطع مع بعض عشان نشوف شكلها عامل ازاي. بجد طعمها حلو جدا. وهنطلع كمان قطع كده من البسبوسه عشان لو حضرتك حبيتي تعملي البسبوسه لوحدها. البسبوسه بتاعتنا طريه جدا جدا جدا، والكريمه طريه وفي نفس الوقت متماسكه، وكمان الكنافه بتاعتنا مقرمشه. يعني بجد مفيش بعد كده. شايفه البسبوسه عامله ازاي؟ طريه جدا.